كيرسور هو أحد أشهر ال AI editors اللي موجودة حاليًا، ولو أول مرّة تسمع عن يعني إيه أصلًا AI editor أو أول مرّة تسمع عن كيرسور فما تقلقش. هدف الفيديو ده إن إحنا ناخد مقدمة بسيطة عن فكرة ال AI editors وهنطبّق عملي على كيرسور مع بعض، وهنشوف إزاي tool شبه دي تقدر توفّر علينا إحنا كsoftware developers وقت ومجهود وتفكير في حاجات الmachine بتعملها بشكل أفضل مننا. فتعالوا يالّا بينا نبتدي. هنروح مع بعض على cursor.com وملحوظه بسيطه، كيرسور هو عباره عن فورك من في اس كود، يعني هتلاقي نفس الفيتشرز اللي موجوده في في اس كود موجوده في كيرسور بس مع اضافه الاي اي فيتشرز بتاعت كيرسور اللي هنشوفها مع بعض عملي. بعدين هروح هنا هدوس على داونلود فور ماك او اس بالمنظر ده، او على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك، يعني انت لو ويندوز او لينكس فغالبا هتلاقي هنا مثلا ايه داونلود فور لينكس او داونلود فور ويندوز. دلوقتي انا دوست دبل كليك على الملف اللي عملت له داونلود، والمفروض بما اني شغال على ماك او اس فانا المفروض هنقل ده هرميه هنا. طبعا علشان انا اوريدي عندي كيرسور نازل فانا مش محتاج ان انا اعمل العمليه دي. ملحوظه بسيطه، على حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك بقى انت هتمشي على خطوات الانستليشن بتاعتها، يعني لو ويندوز هتلاقي ملف الاي اكس اي هتدوس عليه دبل كليك ونكست في نكست في نكست. نفس الكلام برضو لو لينكس هتشوف ايه الخطوات اللي انت محتاجها علشان تانستول كيرسور. تعالوا بقى نبتدي نشتغل مع كيرسور ده ونشوف ايه قصته، بس هنشتغل على بروجكت موجود قبل كده. والبروجكت اللي انا اخترته هي حاجه بسيطه جدا، لان احنا في الفيديو ده هدفنا ان احنا بس نعرف مقدمه بسيطه عن كيرسور مش الاستخدامات الادفانسد قوي ليه. هنا البروجكت ده هو عباره عن تو دو ابلكيشن باستخدام فريم ورك اسمها فيو جي اس. فانا عملت له كلون عندي ونزلته عندي على الجهاز بتاعي. بعدين هروح اعمل له اوبن باستخدام كيرسور. هاجي كده اروح على التيرمينال بالمنظر ده، وبعدين هقول كيرسور دوت بالمنظر ده. هنفتح كده هنلاقي هنا على الشمال دي اللي هي الفايل ستراكشر تري بتاعه الاديتور بتاعنا اللي هو كيرسور، وهتلاقيها شبيهه جدا بفي اس كود. ودلوقتي بما اني فتحت البروجكت انا عايز اعرف البروجكت ده مثلا بيتكلم عن ايه. طبعا الطريقه التقليديه ان انا هبص على الفايلات واقعد اقراهم واحد واحد واشوف كل فايل بيتكلم عن ايه، ولكن بما ان احنا بنستخدم اي اي اديتور فيلا بينا نشوف اول فيتشر معانا وهي الشات فيتشر. والشات فيتشر دي علشان نفتح البانل بتاعتها، لان معنى بانل اللي هي الجزء ده كله، يعني الجزء ده كله اسمه بانل. هدوس كنترول ال لو انا شغال على ويندوز او كوماند ال لو انا شغال على الماك بالمنظر ده كده. كوماند ال هيفتح لنا البانل اللي على اليمين دي، والهدف منها ان انا ابتدي اشات مع الكود بيز بتاعي. هنا المربع الابيض ده هنا اللي بنحط في الانستراكشنز او الكلام بقى اللي انا عايز اتكلمه مع اللارج لانجويج موديل بتاعي. وطبعا لو ما تعرفش يعني ايه لارج لانجويج موديل او ما تعرفش يعني ايه انستراكشنز او برومت، فهتلاقي في فيديو يظهر لك يمين او شمال هنا، وده فيه شرح بالتفصيل عن يعني ايه برومت او انستراكشن يعني، ويعني ايه لارج لانجويج موديل بالتفصيل. نرجع بقى هنا تاني، احنا اتفقنا انا دلوقتي عايز افهم الكود بيس ده عباره عن ايه. فانا اول حاجه هعملها هاجي كده على الدروب داون دي، في حاجه اسمها هنا مودز. ايه بقى حكايه المود دي؟ تعالى نمسك مود منهم نشرحه ونطبق عليه عملي ونشوف الفرق ما بينهم. هبتدي باول مود معايا وهو الاسك، وهتلاقي هنا لما وقفت انا هوفر هنا كده عليه كاتب لك هنا ايه ask cursor questions about your code base. فجباين من اسمه هنا ان المود ده يفضل استخدامه لو انت بتسال في الكود بيس بتاعك، او اللي هو انا عايز ادردش او اشات مع الكود بيس بتاعي. فانا فعلا دي الكيس بتاعتي، يبقى اول دروب داون ليست هنا اللي هو المود بتاعنا اللي هو ask. طيب تعالى بقى للدروب داون ليست دي عباره عن ايه بقى؟ دي اللي فيها اللارج لانجويج مودلز، يعني احنا عندنا كلود 3.7، عندنا جي بي تي 4.1، عندنا جيميناي 2.5. طبعا الليست دي ممكن تتغير في اي وقت، احنا بوقت تسجيل الفيديو ده دول المودلز المتاحه. انا عن نفسي هختار الموديل اللي هو كلود 3.7 سونيت، هدوس عليه كليك، وبعدين يلا بينا بقى نبتدي نشات مع الابلكيشن بتاعنا ونشوف هيقول لنا ايه. انا عايز افهم الكود بيس ده عباره عن ايه، فانا هكتب الكلام ده explain to me what this project is about. enter.
طبعا زي ما انت شايف هنا، اولا هو بيروح يعمل ايه؟ بيعمل مجموعه من الخطوات في الاسك مود. اولهم مثلا ان هو راح عمل ليست لكل الايتمز بتاعت البروجكت، عمل ليست للدوت جيت، للباكج جيسون، النود موديولز، اللايسنس، الريد مي، الفيد دوت كونفج، كل الفايلات اللي موجوده هنا على الشمال هو عمل لها ليست. طيب بعدين الخطوه الثانيه، هو ابتدى ان هو يقرا الريد مي دوت ام دي. طبعا ملحوظه بسيطه، الخطوات اللي بتحصل دي انت مالكش سيطره عليها قوي، لان هنا اللارج لانجويج موديل هو اللي بيقرر هيعمل ايه في الخطوات دي. بعدين ابتدى يقرا مجموعه من الفايلات، وبعد لما خلص خالص قام قال لي بقى الخلاصه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سيمبل تو دو ابلكيشن بيستخدم فيو جي اس، وهو عباره عن ان هو بيكريت تو دو وبيمارك تو دو از كومبليت وبيأديت وبيديليت وبيعمل كل الكلام ده. والظاهر ان الابلكيشن ده للإديوكيشن بيربوس، يعني هو للتعليم. طيب دلوقتي بقى انا عايز ارن الابلكيشن ده، هعملها ازاي؟ هروح جاي اقول له اوكي tell me how to run this application locally. enter. قال لي هنا علشان ترن الابلكيشن ده لوكالي فانت هتحتاج انك تعمل npm install و npm run diff. طيب فانا طبعا لو دوست ابلاي هنا مفيش حاجه بتحصل، انا كده محتاج ان انا اوبن التيرمينال وابتدي ارن الاكواد دي. فيلا بينا ناخد الكلام ده كوبي، بعدين هفتح التيرمينال بالمنظر ده كده، اعمل بيست انتر، بعدين اخد الكلام ده كوبي، اعمل بيست وادوس انتر، بعدين اروح جاي فاتح بقى اليو ار ال ده ونشوف نلاقي ان عندنا سيمبل تو دو ابلكيشن بالمنظر ده كده. طبعا انت لاحظت ان انا عن طريق بس الدردشه مع الكود انا قدرت ان انا افهم البروجكت ده عباره عن ايه، وقدرت كمان اعرف انا محتاج ايه علشان اعمل له رن. تعالوا كده نجرب الابلكيشن تاني سريعا. لو انا كتبت مثلا تو دو فيرست تو دو از هير ودوست اد هلاقيها اتضافت، اقدر كمان اديت عليها. يعني مثلا انا عملت هنا تايبو ميستيك فهشيل الميستيك دي، اقول سيف تمام، ادوس ديليت الدنيا بتتدلت، ادوس تشيك الدنيا ايه هنا كومبليتد، اشيل اللي تشيك الدنيا تبقى ايه انكمبليت. دلوقتي بقى انا عايز اضيف فيتشر جديده هنا اسمها ديليت اول، تديليت كل التو دو ليست دي. فتعالوا يلا بينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. في اكتر من طريقه للموضوع ده، فخلونا نشوف طريقه منهم وبعد كده هنشوف الطريقه الثانيه في فيتشر تانية مثلا نعمل لها امبلمنتيشن. فتعالوا كده نرجع تاني للكود. دلوقتي بقى انا لسه في الاسك مود. فكره الاسك مود باختصار شديد ان هو الهدف منه ان هو يبلان معاك او يخطط معاك، او لو انت عايز تسال الكود بيس بالمنظر ده كده، ده الهدف منه. دلوقتي بقى انا عايز اخطط لان انا عايز امبلمنت ديليت اول فانكشناليتي. هعملها ازاي؟ قال له هنا امبلمنت delete all functionality to remove all of the to do's، وتعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل مع بعض. ملف اسمه app.view جميل. بعدين بيقول لي هنا بناء على الكود اللي انا بصيت عليه انا هضيف الديليت اول بوتون تحت التو دو ليست. يعني بمعنى اخر لو احنا رحنا كده على سورس بعدين app.view بعدين هنا هو قال المنطقي ان انا هضيف البوتون بتاع الديليت اول هنا في الجزء ده كده. طيب تعالى نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل. ريفرش مفيش اي حاجه خالص. طيب علشان بقى انا بالنسبه لي اللي تشينجز اللي هو عملها اشوفها هعمل ازاي؟ هروح جاي اسكرول فوق كده هتلاقي فيه بوتون اسمه ابلاي تو اب دوت فيو، هدوس عليه كليك وتعالى كده نقفل التري مش محتاجينها في حاجه، وتعالى نبص كده هتلاقي هو هنا موريك اللي تشينجز اللي حصلت. يعني اللي بالاخضر ده اللي ضافه كيرسور، طب اللي بالاحمر دي الحاجات اللي اتشالت وتعدل مكانها، يبقى اي حاجه بالاخضر ده اللي ضافه كيرسور. طب اللي بالاحمر دي الحاجات اللي ايه اللي شالها كيرسور. برضه هنا يبقى احنا لو بصينا كده هنلاقيه هو ده ضاف زي فانكشن كده وضاف بوتون وعمل شويه اكواد. انت بقى ليك حريه الاختيار ان يا اما ممكن تاكسبت كل اللي تشينجز دي او تريجكت كل اللي تشينجز دي، سواء هدوس كليك هنا او كليك هنا او اكسبت فايل او اكسبت اول. بس ملحوظه بسيطه في الجزء بتاع اكسبت اول، لو كيرسور غير اكتر من فايل فانت لو دوست اكسبت اول انت بتاكسبت كل الفايلات، ودي هنشوفها مع بعض كمان شويه. فلذلك انا في الحاله بتاعتي لا يا عم انا مش عايز اي حاجه من دي، هقول ريجكت الفايل. طيب قررت غيرت رايي انا محتاج تاني
لا انا عايز ابص تاني على التشينجز، في ساعتها هدوس هنا كليك واقول له ري ابلاي، يعني لا انا غيرت رايي دلوقتي وخلينا ايه نشوف التشينجز بتاعتي. طبعا انا اقدر ابص هنا، اقدر اكسبت تشينج واحد، يعني انا ممكن مثلا عاجبني البوتن اقول اكسبت، بس لو عملت سكرول مثلا تحت مش عاجبني مثلا الكونفirmation دي، انا اقدر اغير عليها. are you sure you want to delete all to do's you have created، وادوس مثلا ايه accept. ايه تاني عندنا تشينجز موجوده، اعمل سكرول هلاقي هنا هو مغير في السي اس اس بالمنظر ده كده، هقول له مثلا ايه اكسبت. تعال نعمل ريفريش ونشوف ايه اللي حصل. هنلاقي هنا في عندنا البوتون بتاع ديليت اول، نجرب ندوس عليه كليك، اوكي عمل ديليت والفانكشناليتي اشتغلت زي الفل. تعال نعمل ريفريش نرجع تاني ديليت اول، نرجع تاني للابلكيشن. طب انا ديليت اول بالنسبه لي لا، هو المكان بتاعه مش اظرف حاجه، عايز اغير المكان بتاعه خليه مثلا يبقى تحت خالص. هنا دي ممكن نعملها ازاي؟ هرجع هنا بالمنظر ده وهروح جاي عامل كده، وهنا بقى تعالوا نجرب مع بعض الايجنت مود ونشوف الفرق ما بينه وما بين الاسك مود. لان احنا في الاسك مود خد بالك احنا كنا بين ابلاي التشينجز بايدينا، فالاسك مود عايزك تعتبره ان هو ريد اونلي تشينجز، يعني هو مش بيطبق التعديلات هنا، زائد هو وظيفته الاساسيه زي ما اتفقنا انك تقدر تبلان مع الكود بتاعك او تخطط او بمعنى اخر تشات مع الكود بتاعك فقط. على بقى نجرب الايجنت مود ونشوف ايه اللي هيحصل. هقول له هنا انا رحت كده طبعا هنا على دوست كليك، بعدين هنا اخترت ايجنت، وبص كده هو كاتب لك ايه، بي بلان بي سيرش بي بيلد اني ثينج. الميزه في الايجنت مود ان هو اذكى من الاسك مود، زائد هو فيه مجموعه من التولز زياده. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده في الاسك مود في كده زي قلم صغير، لو دوست عليه كليك هتلاقي في حاجه اسمها ايه، سيرش كود بيس، دي اسمها تول للمود ده، بتخليه ان هو يقدر يسيرش على الكود بيس. طب لو رجعنا للايجنت دوست على القلم الصغير، لا الايجنت يقدر ان هو لو في غلطات حاصله في الفايل يقدر يصلح نفسه ويقدر يراجع نفسه ويقدر ياخد التاسكات الكبيره يقسمها لتاسكات صغيره. فيبقى الفرق ما بين الايجنت مود والاسك مود، الاسك مود هو للبلاننج وللشاتنج، طب الايجنت مود لا هو اذكى اكتر، هو يقدر يقسم التاسكات، يقدر يفهمها، يقدر يقسم المشكله الكبيره لاجزاء صغيره، ويقدر يتريت ويلف على كل مشكله منهم لو في خطا في الاوتبوتس بتاعه. طيب هل ده معناها ان الايجنت مود هو احسن من الاسك مود؟ لا مش شرط، على حسب الكيس بتاعتك. انا كاحمد بفضل ان انا التخطيط او البلاننج او التفكير او الشاتنج بستخدم فيه الاسك مود، او لو عايز اسال مثلا على فيتشر مثلا ممكن نimplementها ازاي، انا عايز بس الفكره مش اكتر، فانا بستخدم الاسك مود. لكن لو الحاجات اللي فيها اكشوال امبلمنتيشن وان في تغييرات انا عايز اعملها، لا الايجنت مود بتلاقيه فيه فرق كبير جدا في الاوتبوت بتاعته. طبعا ده مش هيبان معانا قوي النهارده لان البروجكت ده بسيط وصغير، لان احنا بناخد بس ايه انترودكشن، بنفتح الدنيا في كيرسور. فتعالوا يلا بينا نجرب ان احنا نموف الديليت بوتون للاخر خالص. هروح كده على الايجنت مود وبعدين هقول له هنا موف ذا ديليت بوتون at the end of list of to-dos and make it more pretty، وتعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب جميل جدا، بص بقى الفرق ما بين الايجنت مود والاسك مود. اولا هو راح على طول عمل التغييرات على الفايل، انا ما رحتش بايدي وعملت كوبي بيست، يبقى ده اول فرق، ان ما بقاش المود ده شغال ريد اونلي، لا ده هو كمان بيرايت على الفايلات. فتعالى نعمل اكسبت للفايل وبعدين نعمل ريفريش، نقل الديليت تو دو، حتى بص كده لما بهوفر عليه بقى شكله اظرف. نجرب كده ان احنا نديليت اول، عمل فعلا ديليت، نعمل ريفريش الدنيا معانا شغاله زي الفل. كده احنا عملنا امبلمنتيشن لاول فيتشر. تعال نجرب ان احنا عايز اضيف بوتون يقول كومبليت اول، ان هو يكمبليت كل التو دو ليست دي، بس المره دي لا هستخدم ايجنت ولا هستخدم الاسك مود، ولكن تعالى نستخدم بقى واحده من ضمن الفيتشرز القويه جدا في كيرسور وهو التاب كومبليشن. تعالى نرجع للكود، هنقفل بقى الشات مود تاني بكنترول ال او كوماند ال بالمنظر ده، وهرجع هنا تاني للملف ده. انا عايز اضيف ايه، ادي ديليت اول تو دو، عايز اضيف تحتيها ال كومبليت اول تو دوز. دوس انتر بالمنظر ده هتلاقي هو اوتوماتيك كده ظهر ايه
زي كلام مخفي شويه او دمت، ده التاب كومبليشن. والفكره دي هتلاقيها في معظم الاي اي اديتورز، هي فكره التاب كومبليشن ان انت بتكتب جزء من الكود والاي اي اديتور بيكمل الباقي. فيبقى التاب كومبليشن بكتب جزء، الاديتور بيكمل الباقي بتاع الكود ده، هو بيخمن من الكونتكست او من السياق اللي موجود فيه الكود ده بيتكلم عن ايه. فتعالوا يلا بينا نimplement complete all. هقول هنا بوتون بالمنظر ده، وبعدين هقول complete all وادوس تاب. بعدين هاجي هنا هقف بس هنا ادوس مسافه، هنا اداني كلاس وقال لي كمان اد كليك هامبلمنت الفانكشن اللي اسمها complete all to do's. هقول له تمام تاب. بعدين ظهر لنا هنا حاجه جديده، قال لك هنا دوس تاب تو نيكست موف. هدوس برضو تاب ونشوف ايه اللي هيحصل. تاب، ايه اللي حصل؟ عمل امبلمنتيشن كمان للفانكشن. فيلا بينا لو دوسنا تاب هيكتب الكود ده اللي بالاخضر، فانا هروح جاي دايس تاب بالمنظر ده، قال لي كومبليت اول تو دوز. تعال نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل. ريفرش، ادي كومبليت اول، هدوس عليها كليك، الدنيا تشتغل معايا زي الفل. والتاب كومبليشن هي من اقوى الفيتشرز اللي موجوده في كيرسور، ويمكن دي اللي هتلاقي نفسك اغلب اليوم بتستخدمها. حتى في مصطلح ظهر اسمه التاب دريفن ديفلوبمنت. يعني ايه؟ يعني اصبح الديفلوبمنت بقى عباره عن تاب 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 تاب. تعالوا نضيف فيتشر جديده اسمها كلير اول، الهدف منها انها تكلير كل التو دوز اللي حصل لها كومبليت. فتعالوا نروح على الاديتور، وبعدين هدوس كوماند ال او كنترول ال لو انت على ويندوز او على لينكس. وبعدين عايز اقول لك ملحوظه بسيطه كده، انا في الشات ده كان في غلطه انا عاملها. الغلطه دي ان انا ما اديتش كونتكست للاي اي اديتور. فاكر بقى الكونتكست اللي احنا شرحناه قبل كده وقد ايه هو مهم ساعه لما كنا بنكتب برومتس في الفيديو اللي هيظهر لك يمين او شمال هنا؟ فباختصار شديد الكونتكست هنا في الاي اي اديتور هو مهم جدا، لان كل ما بتدي كونتكست او كل ما بتدي سياق كل ما الاوتبوت اللي بيطلع لك بيبقى نتائجه افضل وادق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا دلوقتي انا قلت له ايه؟ اكسبلين تو مي البروجكت ده، فهو قام راح عمل ليست لكل الدايركتورز دي. يعني انا مثلا مش محتاج الجيت، ولا كنت محتاج ان انا اقرا باكج دو جيسون، ولا كنت محتاج ان انا اقرا نود موديولز، ما كنتش محتاج كل ده. نفس الكلام برضو لما جيت هنا اقول له يلا بينا انا عايزك تامبلمنت الديليت اول فانكشناليتي، انا سبته هو يدور مع نفسه. فدي مش اصح حاجه، يبقى دي نقطه. طب النقطه الثانيه، دلوقتي احنا هنامبلمنت فيتشر جديده. ايه الفيتشر الجديده؟ اللي هي كلير اول. طالما احنا هنimplement فيتشر جديده يفضل ان احنا نبتدي في شات جديد تماما. فانا هدوس كده كليك نيو شات بالمنظر ده كده، ونبتدي بقى ايه؟ نفهم بقى فكره الكونتكست. دلوقتي احنا عارفين الفايل اللي هنعدل فيه صح، اللي هو app.view، لان احنا عدلنا وكتبنا delete all وكتبنا complete all to do's. فبالتالي هنا علشان تضيف كونتكست، او بمعنى اخر علشان ما تسيبش الاي اي اديتور يبتدي يسيرش ويقرا كل الفايلات ويشوف ايه الفايلات اللي هو محتاجها وايه اللي مش محتاجها، لا انت بتاثر المسافه وبتاثر شغل على الاي اي اديتور. فبالتالي لما بتديله السياق المهم للفيتشرز اللي انت بتعمل لها امبلمنت هيطلع لك اوتبوت افضل بكتير من ان انت تسيبه هو تايه مع نفسه. فتعالى كده نقفل بس ده كده، وهنقول هنا ات. لما تحب تضيف اي كونتكست بتقول ات. فهنا هقول مثلا ات اب دوت فيو بالمنظر ده. ده معناها ان انا ضفت كونتكست للاي اي اديتور، ان لما انا اكتب لك بقى الانستراكشنز اللي لسه هنشوفها مع بعض وادوس انتر، خد بالك بص على الكود اللي موجود جوه اب دوت فيو. فتعالوا نشوف هنقول له ايه. تعالوا نشيل بقى الكلام ده مش محتاجينه. هقول له هنا based on app.view I want to implement clear all functionality to clear all completed to do's. وخد بالك انا بحاول اكتب تفاصيل بقدر الامكان، وعايزك تعامل كيرسول على ان هو عباره عن سوفت وير ديفلوبر جنبك، انت بتشرح له وبتفهمه واحده واحده. يعني مش عايزك تفترض ان هو فاهم كل حاجه، لا افترض ان هو مش فاهم، وده شخص انت بتتكلم معاه وبتدردش معاه وبتفهمه. كل ما هتفكر بالعقليه دي كل ما هتلاقي الاوتبوتس اللي بتطلع لك دقتها اكثر كفاءه. فتعالوا يلا بينا ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. انتر. جميل. هو دلوقتي ايه؟ خد بالك هو لسه بيعمل جينيريتنج، فانت ليك حريه انك تقدر تستوب وهو بيعمل الجينيريت او تسيبه لما يخلص. فتعالى هنا نشوف هو عمل ايه. هو بيقول لك انا حطيت اللي هو كلير
completed to do's، وبعدين راح هنا هو عمل هنا البوتون اللي اسمه clear completed to do's، وهنا بيشرح لك بالتفصيل هو عمل ايه. ملحوظه بس بسيطه، خد بالك انا هنا مستخدم الايجنت مود وكلود 3.7، الريزلت اللي هتطلع لك ممكن تختلف من موديل للتاني، فتعالى الاول نأكسبت الفايل ده ونشوف اللي تشينجز دي مظبوطه ولا لا، واختار الموديل على اساس ايه، يعني هل اختار ده ولا ده ولا جي بي تي 4.0 ولا ايا كان الموديل اللي هيظهر، ده اللي هنجاوبه كمان شويه. فتعالى ندوس اكسبت الفايل، يلا بينا نعمل ريفريش. عندنا هنا ايه؟ كلير كومبليتد، هدوس عليها كليك. هنا في بجايه معايا ان هو طير 2 من التودوز اصلا والبوتون طار، فيلا بينا نقول له يصلح الكلام ده. هروح جاي رايح هنا هقول له you have made a mistake when clicking on clear completed to do's, the button disappear and also it deleted some to do items, so review your solution. تعال ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. هنا هو قرا الفايل وقال لك والله ده فيه الايشو كذا 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 كذا، فتعال نشوف هيفيكس الكلام ده ازاي. جميل. دلوقتي هو بص، مش معنى ان هو خلص الفايل هو لسه بيعمل جنريتنج، فانا احب اديله فرصته لما يخلص خالص ويظهر لي البوتون بتاع ريجكت او اكسبت، فانا هقول له هنا ايه؟ اكسبت. يلا بينا نريفريش. بعدين هنا هنشيل مثلا الكلام ده، البوتون اختفى، نرجع تاني الكلير دول، بعدين ندوس كلير كي، برضو عمل لهم ديليت، ومش ده اللي احنا عايزينه. انا هقول له هنا I don't want to delete the completed to do's, but what I want is just uncheck their complete status. وهنا ممكن تكون الغلطة مني لسبب، لأن أنا هنا ما شرحتش معنى الكلير بالنسبة لي أو بالنسبة للموديل A، فهنا أنا اديته تفاصيل أكتر، وتعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. زي ما انت شايف هو بص، خد بالك هو هنا اول خطوه عملها نو تشينجز ميد، بعد كده راح راجع نفسه قال لا ده انا اللي محتاج اعمل تشينجز، فابتدى ان هو ايه؟ يعمل التشينجز دي ميزه الايجنت ان هو بيبتدي يقرا ويعدل من نفسه. فيلا بينا ندوس اكسبت نشوف ايه اللي هيحصل. ريفريش، ريسيت، اوكي، الدنيا تشتغل معانا زي الفل. ندوس هنا كومبليت اول، تشتغل. ريسيت، اوكي، زي الفل كده. هو عمل امبلمنتيشن للفيتشر مظبوط. طبعا هنا احنا لو مش عايزين البوتن يختفي اقدر انا بقى اتكلم معاه واقول له، بس مش دي قصتنا دلوقتي. القصه بقى اختار الموديل ده على اساس ايه؟ في اكتر من نقطه نختار على اساسهم الموديل هنا. اول نقطه معانا وهي هروح كده على موقع اسمه llmarena.ai. الموقع ده هتلاقي فيه هنا لو رحت على الليدر بورد بعدين اخترت ويب ديف ارينا، الموقع ده هو فيه اليوزرز اللي عاملين فوت على اشهر المودلز دلوقتي اللي موجوده في الويب ديفلوبمنت اريا. فهتلاقي مثلا من اشهر المودلز حاليا بوقت تسجيل الفيديو ده هو جيميناي 2.5 برو او مثلا كلود 3.7، فهم دول غالبا من افضل المودلز اللي تستخدمهم في الكودنج. حدد انه منهم اللي ممكن ينفعني بالتجربه، ان انت ممكن تاخد مثلا جيميناي 2.5 برو ده تجربه لمده اسبوع وتشوف الريزلت بتاعته، او لمده يوم يومين، وبعدين تروح جاي مجرب كلود 3.7 سونيت، وهكذا. واي موديل جديد يظهر هيبقى نفس الفكره بالظبط. طيب اشمعنى دول الافضل؟ لاكتر من سبب. السبب الاول لان دول اتدربوا على الداتا بتاعه الكود، فبالتالي الريزلتس بتاعتهم لو انت بتسالهم في مشاكل برمجيه بتبقى افضل بكتير. زائد النقطه الثانيه الكونتكست بتاعهم، واحنا كنا شرحنا موضوع الكونتكست في الفيديو اللي اتفقنا عليه قبل كده اللي هيظهر اللينك بتاعه. وهنا كل ما الكونتكست بيزيد في المودلز دي كل ما قدرتها على الاستيعاب لكود بيز اكبر او فايلات اكتر بناء على الكونتكست بتزيد. فيبقى ده كده احد العوامل. طيب العامل الثاني بقى اللي ما اتكلمناش عنه وهو السعر او التكلفه. بمعنى لو انت رحت كده على كلود 3.7 ورحت عملت هوفر كده، ده بيقول لك الكوست بتاعه ب1 ريكويست. طيب جيميناي هتلاقي هنا مثلا الكوست بتاعه برضه ب1 ريكويست. طب كلود 0.7
3.7 بس السينكينج، وهنفهم ايه فكره السينكينج ده. الكوست بتاعه 2 ريكويستس. ايه بقى القصه دي؟ لو رحنا على كيرسور، احنا ما اتكلمناش على التسعير بتاعه. لو رحنا على برايسنج كده هتلاقي اولا هو فري، فانا نصيحتي ليك جرب الفري، اشتغل بيه، لو لقيته فعلا يستاهل ادفع فلوس واشتغل بالبرو. انا عن نفسي انا بعتبر ان ده عباره عن استثمار في الشغل بتاعي وفي الوقت اللي انا بقضيه قدام الكود اديتور، فالاستثمار ده بيوفر عليا وقت ومجهود كتير جدا. فانا بالنسبه لي انا فعلا مشترك معاهم في البرو، وممكن يظهر بعد كده اي اي اديتور احسن منهم فاروح اشترك معاه برضه، دي ما فيهاش مشكله، لان في الاخر الكونسبتس واحده، او المفاهيم اللي هي بتاعت الايجنت والاسك مود والكونتكست والقصه دي هتلاقيها كلها نفس الفكره. فهنا بقى قال لك هنا في البرو هو بيديك حاجه اسمها unlimited completions اللي هي التبات اللي احنا شفناها مع بعض، لكن في الفري هو بيديك 2000 بس، وبيديك كمان هنا 500 ريكويست بير مانث. ايه بقى قصه ال 500 ريكويست بير مانث؟ لو انت رحت كده على ده الاكونت بتاعي باختصار، هتلاقي هنا حاجه اسمها البريميوم مودلز. يعني ايه؟ يعني لما انا ببعت سؤال شبه ده، ببعت سؤال ده اسمه ريكويست، فانا مستخدم ايه 3.7، فهو بيعد عليا بواحد. يعني هنا من 153 هيبقى ايه ال 154 لغايه لما اوصل ل 500 في الشهر. طب بعد ما اوصل 500 بتبتدي الدنيا تبقى بطيئه جدا، ويبتدي يحطك كده زي في كيو، وتلاقي مثلا انت السؤال اللي بتساله هتستنى عليه مثلا دقيقه او دقيقتين. فده احد العيوب اللي موجوده في حته استخدام البريميوم مودلز. فلذلك لما انا اجي اختار موديل من هنا وافكر كده، ده بيكوست عليا ريكوست واحده، لكن ده بيكوست عليا كام؟ 2 ريكوست. فعلشان كده لازم نهتم قوي بفكره الكونتكست، علشان ما نقعدش نضيع في الريكوستات بتاعتنا على الفاضي. لان انت يفضل ان مثلا انا من شات واحد عرفت الاجابه، افضل من ان انا اقعد مثلا 5 6 شاتات وما فهمش كونتكست، وفي الاخر ما اعرفش الاجابه، واكون ضيعت وقت واكون ضيعت ريكوستات من معايا، ملهاش اي لازمه خالص. طيب لو جينا بصينا برضو هنا هتلاقي في ايه اللي هو الثينكينج. طب ايه بقى فكره الكلود 3.7 ثينكينج؟ الفرق ما بين الثينكينج والعادي، اولا ده بيكلف ريكوست واحد، طب ده بيكلف 2 ريكوست. طب ليه؟ لان ده عنده قدره اكتر ان هو يحل مشاكل اكثر تعقيدا، ويقدر ان هو يبريك داون المشكله اكتر ويفكر فيها اكتر. انا عن نفسي بستخدم الثينكينج ده لما تكون فعلا الفيتشرز اللي انا بعملها امبلمنت هي معقده شويه. يبقى ادي كده البارامتر الثاني او العامل الثاني اللي انا بنقي عليه الموديل بتاعي. الاول اللي هو الشات بوت ارينا، الثاني السعر بتاع الموديل وهو بيكلفني قد ايه. دلوقتي بقى احنا عايزين نامبلمنت مع بعض تيبل للتو دوز دي، يعني احنا عايزين نامبلمنت الفيتشر بتاعه التيبل دي، ودي ممكن تكون فيتشر كبيره سنه شويه. فتعال نشوف ازاي هنعمل القصه دي. هروح كده على الشات، احنا زي ما اتفقنا بقى بما ان فيتشر جديده خلاص مش هنكمل على الشات القديم، احنا هنفتح شات جديد. ولو عايز تبص على الشاتات القديمه كلها هتدوس على الساعه دي، هيوريك كل الشات هيستوري اللي انت محتاج تبص عليه. طيب انا هنا بقى هاجي في الشات الجديد، اولا هقول له هنا I want to implement to do table which will list all of the to-dos and also can edit أو slash remove أو slash add to do. So check add. بعدين أنا هنا عايز أضيف كونتكست اللي هو ملفات الفيو جي اس دي. طب دي موجودة فين؟ أروح جاي فاتح كده التري بتاعتي هلاقيها في سورس، يبقى أنا هقول له هنا so check add. لو كتبت اد بس بالمنظر ده هيبقى ده كده فايل. طب انا هقول له عايز فولدر بقى اد سلاش source and follow the buttons to implement this feature. يعني بص على السورس دايركتوري وفولو الباترنز دي. احنا ممكن ندوس دلوقتي كليك وخلاص ايه نسيب الايجنت يشتغل، وغالبا انا هعمل كده في بروجكت مثلا شبه ده او في فيتشر شبه دي. ولكن الطبيعي او الفلو بتاعي اللي انا بستخدمه، لا انا بروح جاي رايح على الاسك كده، هقول له هنا write for me implementation plan first without any code changes. ان انا بتكلم مع الاسك وبقول له خطط معايا الامبلمنتيشن بلان اللي احنا هنحتاجها، وتعالى ندوس انتر ونشوف. هو ممكن برضو يعمل كود تشينجز عادي جدا، بس انا بحب الاسك في الحاجات دي ان انا اخطط معاه او افكر معاه. وتعالى ندوس انتر.
هتلاقيه هو هنا عمال يقرا بس من السورس، يعني هو ما راحش قرا مثلا الباكج جيسون او قرا اندكس دوت اتش تي ام ال، والسبب لان انا زي ما اتفقنا انا مديله الكونتكست ده فقط، فهو مركز في الكونتكست ده. طيب دلوقتي بقى هو عمل ايه؟ كتب لي امبلمنتيشن بلان، قال لي هنكريت مثلا فايل اسمه تو دو تيبل، الاستراكشر بتاعه هو عباره عن الكلام ده، بعد كده الامبلمنتيشن فانكشناليتي كذا كذا كذا، بعد كده هنعمل انلاين اديتنج. انت طبعا تقدر تريفيو مع الامبلمنتيشن بلان دي وتبتدوا تفكروا مع بعض. انا هفترض ان انا خلاص الامبلمنتيشن بلان دي بالنسبه لي كويسه، هروح اسويتش على الايجنت مود، برضو معايا كلود 3.7 زي ما احنا، وهقول له هنا implement the plan above وادوس انتر، وهسيب بقى الايجنت مود هو يشتغل براحته ويبتدي يصلح من نفسه على مهله خالص، لان هو دلوقتي هيبتدي يكريت مثلا الفايل ويبتدي يراجع عليه يشوف هل في غلطه ناقصه، هل في ايرور، هل في حاجه محتاجه تتعدل. ده اللي هنشوفه مع بعض. طبعا ملحوظه بسيطه، في بعض الاحيان ممكن ياخد وقت ويغيب، ده عادي مفيش مشكله، وممكن في بعض الاحيان يغيب ويطلع لك ايرور، يعني يقول لك في مشكله في الريكوست، في حاجه غلط عندي. تمام. فانا هسيبه دلوقتي هو يشتغل مع نفسه خالص لغايه لما يخلص خالص زي ما اتفقنا. يعني هو دلوقتي عمل جنريت لفايل، انا ما اروحش بقى اجري واروح جاي ايه اكسبت، لا اصبر شويه لان هو ممكن يراجع نفسه في الفايل ده. دلوقتي بقى هو عمل كرييت للكومبوننت اللي اسمه تو دو تيبل، وبعدين قال لي انا هغير في الكومبوننت اللي اسمه اب دوت فيو بالمنظر ده، وبص زي ما اتفقنا، بص كده قال لي ايه there is a casing issue with our file let's fix it by renaming. فكره جميله جدا. الايجنت عمل ايه؟ لقى نفسه هنا ده اسمه تو دو تيبل، بعد كده هنا برضو هنا اسمه تو دو تيبل دوت فيو، اعتقد هو هنا التغيير فين؟ تو دو تيبل، اعتقد ممكن يكون قصده الكيسنج هنا في الجزء ده، يعني هو راح شاف ان في مشكله في اسم الكومبوننت، فهو قام راح عدل من نفسه وغير النيم مثلا بتاعه. بعدين تعالى كده ننزل نسكرول، لسه برضه هو عمال يراجع مع نفسه وعمال بيقول هنا مثلا والله ده ممكن يكون فيه مثلا مشكله في الكيس انسنسيتيف، يعني التسميه مثلا بتاعه الفايل او التسميه وانا بامبورت الكومبوننت كانت غلط. فكل ده مين اللي بيعمله؟ كل ده شغال فيه الايجنت. بص راح قرا مثلا تو دو تيبل، بعد كده ايه ده؟ لا انا عايز محتاج كايجنت اديليت تو دو تيبل، تاكسبت ولا تريجكت. ملحوظه بقى لو احنا كنا في الاسك مود ما كانش الكلام ده هيظهر لنا، فتعالى يلا بينا ندوس اكسبت، لان خد بالك احنا في الايجنت مود، فالايجنت مود هو معاه تولز اكتر من الاسك مود، ومن ضمن التولز دي ان هو يقدر ايه يرن التيرمينال كوماندز. فانا هدوس اكسبت يا عم الحاج، قال لي هنا ايه ديليت الفايل ده. زائد ملحوظه بسيطه، انا ممكن في الايجنت مود اخليه اصلا يرن الكوماندات دي مع نفسه خالص، يعني ما يستناش هيومن انبوت، لان في الحاله بتاعتنا هنا هو استنى مني ان انا اقول له اكسبت او ريجكت. بص بقى الحلاوه ايه كمان، قال لك ده انا حرن الابلكيشن وعايزه تيست الامبلمنتيشن بتاعنا صح ولا لا. طبعا هنا لو انت كان عندك تيستس، يعني مثلا انت كاتب جافا سكريبت تيست، كان ممكن يرنها ويتاكد ان الكومبوننت ده مظبوط ولا لا. فدي برضو من ضمن مميزات الايجنت، ان هو فاهم ان انا لا بعد لما خلصت ده انا محتاج ان انا ارن التيست واتاكد ان الكلام ده صح ولا لا، لان ممكن يضرب ايرور معايا. فيلا بينا ندوس هنا اوبن، انا ممكن هنا اقول اوبن تيرمينال ورن الكلام ده، او ممكن اسكيب. انا في الحاله بتاعتي لا هقول له ايه سكيب الكلام ده، ما تشغلش بالك لان احنا اصلا عاملين ام بي ام ران سيرف. طيب دلوقتي بقى هنا قال لك ايه خلاص انا كده خلصت ده الكومبليت بتاعي، قال لي التو دو كومبوننت هو كذا 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 في المكان كذا، وانا عملت التعديلات دي وعدلت برضو هنا. طيب عايز مني اعمل اي تشينجز للامبلمنتيشن ده او ارن الابلكيشن علشان اتسته، ولا عايز نضيف فانكشناليتي جديده؟ طبعا انا مش عايز كل ده خالص، انا عايز دلوقتي بقى ان انا ابتدي اراجع على التشنجز دي واشوفها واحده واحده. تعالوا نقفل كل الويندوز دي، انا هبتدي ابص كده مثلا على التشنجز دي، وزي ما اتفقنا اقدر اكسبت او ريجكت او اقدر اكسبت الفايل كله. فانا في الحاله بتاعتي هفترض ان انا هاكسبت الفايل كله. يلا بينا هدوس اكسبت، هيوديني ايه ده كده الفايل الاولاني اللي هو الاب، بس لسه في فايل تاني، فانا هدوس على ريفيو نيكست فايل هيرميني للمكان ده، فهدوس هنا ريفيو. ساعات في بعض الاحيان هو بيعلق بالمنظر ده، يعني هو دلوقتي ده كده ايه
في مشكله ان هو عامل اخضر وعامل الفايل، بس كان المفروض هنا يقول لي ايه اكسبت. مفيش مشكله خالص. بعض الاي اي اديتورز وكيرسر منهم عادي ان يحصل باجز ساعات في بعض الاحيان في حته التشنج بتاع الفايل، وحته ان الكود ممكن يتمسح او ممكن يتعدل. فاحنا دايما بنراجع ورا الاي اي، يعني انا مش بثق ثقه عمياء، لا ده انا ببص على اللي هو عامله. فتعالى كده نرجع تاني للشات، وبعدين مثلا هنا احنا كان عندنا ايه التو دو تيبل، هقول مثلا هنا ايه اكسبت وخلاص. بعدين نرجع هنا نرفرش ونشوف ايه اللي حصل. هنا بقى هو بص بقى غير لي الدنيا تماما. يعني هو هنا مثلا بقى عندي حاجه اسمها تاسك، بقى هنا عامل تيبل. طيب لو دوست مثلا سويتش تو ليست فيو هيرجعني للفيو الثاني. طبعا دي فانكشناليتي انا ما قلتش يعملها، انا كان قصدي ان هو يحط التيبل تحت. انت بقى تقدر تبتدي تدردش معاه تاني وتقول له لا حط التيبل تحت، بس هي كفكره مش بطال. نجرب مثلا ان احنا نعمل اديت سيف، الدنيا شغاله. نجرب مثلا هنا بص كده، هو هنا الستاتوس كان المفروض هنا مثلا يحط مربع، اقدر برضو ادردش معاه واقول له لا والله حط لي المربع ده. بعد كده هنا ده مثلا ما نعرفش ايه لازمته. تعال نجرب ندوس الاد مثلا مش شغال. طيب ندوس ديليت شغال زي الفل. طبعا كل الحاجات دي انت تقدر ايه تبتدي بقى تدردش مع الاي اي في ان هو يصلحها. فتعالوا مثلا نحط القصه بتاعت اللي هو البوكس بتاع الكومبليت. هنعملها ازاي؟ تعالوا نشوف بقى طريقه جديده. هروح هنا على كيرسور، احنا اتفقنا ان احنا هنلعب مع تو دو تيبل. هنقفل خالص الكلام ده، وهنا احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نضيف البوكس اللي هو بتاع الايديت. طب هعملها ازاي؟ هنا يجي معانا اختصار جديد وهو كوماند كي او كنترول كي. طيب القصه بتاعته ايه؟ القصه بتاعت كنترول كي ان انت تقدر مثلا عايز اعدل بس على الجزء ده فقط، ودي عباره عن كويك اديت. يعني بص انا لما وقفت وظللت كده بيقول لك هنا لو انت عايز تعمل كويك اديت او تاد الجزء ده بس للشات، فانت تقدر مثلا تقول ايه اد تو شات، فهو هيسلكت مثلا ايه الجزء ده اللي هو الخمس ل 10 سطور فقط للشات ده. لو انت عايز الجزء ده في الشات بس مش دي الكيس بتاعتي، لا انا الكيس بتاعتي هبقى عايز ايه اديت على الجزء ده مثلا فقط. طب احنا هنا الجزء بتاعنا هنا فين؟ عند ستاتوس. فانا هنا عندي ادي ستاتوس مثلا، وهنا عندي شويه الاكواد دي انا عايز اعدل عليها واظهر مثلا ان اللي هو التشيك بوكس ده. فانا هظللهم كده بالمنظر ده وادوس كنترول كي وهقول هنا I want to show the checkbox as it's not shown. تعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب هو شال حاجه اسمها فيجوالي هيدن وبعد كده حط تشيك بوكس ليبل. تعالى ندوس اكسبت ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالى نعمل كده ريفريش. جميل جدا، اظهر فعلا الايه اللي هو البوكس ده، بس طبعا الشكل وحش جدا خالص. طبعا نقدر برضو ايه ان احنا نتكلم مع الاي اي ونظبط القصه بتاعت الشكل دي. ايه تاني ممكن نعمله؟ تعالى نجرب القصه اللي هي بتاعت ان احنا نظبط الشكل ده، وغالبا ممكن يكون ايه الرو ده كله شكله وحش جدا. فانا هختار مثلا ادي التيبل رو ده كله، وهقول هنا كنترول كي the styles are not quite good so fix them for me. هنا بقى في حاجه اسمها edit selection، ان انا اقدر اقول له edit الفول فايل او اقدر اسال بس. يعني انا ممكن الجزء ده هنا اقول له what does it do، واروح جاي عامل كده واقول quick question send بالمنظر ده، افهم بس الجزء من الكود ده بيعمل ايه. بس انا في الحاله بتاعتي لا مش عايز اعمل الكلام ده. I want to fix the styles so check the entire file and fix it for me. وهنا بدل ما اختار quick question او edit السلكشن، لا انا هختار edit الفول فايل، ان انا عايز edit الفايل كله. ويلا بينا ندوس send ونشوف ايه اللي هيحصل. send. هو هنا خد بالك علق شويه هنا لان انا اضطريت ان انا ادوس سند تاني، بس هو الطبيعي ان هو ما يضطرش ان احنا نعلق التعليقه دي. فتعالى نشوف ايه اللي تشينجز. هو قاعد يغير هنا في الفايل كله هنا بالمنظر ده كده في الستايلز، فما فيش مشكله. تعالى نأكسبت وخلاص. ادي اكسبت، نعمل ريفريش.
برضو الشكل زي ما هو مش اظرف حاجه، ولكن احنا عرفنا مع بعض عن طريق ان انا اسلكت جزء من الكود، ولو دوست كنترول كي او كوماند كي اقدر ايديت سيلكشن، ايديت الفايل كله، او اسال سؤال سريع، او حتى اقول سند تو شات ان هو ياخد الجزء ده ويضيفه للشات بتاعنا. طيب دلوقتي انا لسه برضو مصر عايز افيكس الحته بتاعه الستايلز دي، ممكن نعملها ازاي؟ هنا هفتح شات جديد خالص، وتعالى بقى ان احنا نشيل الكونتكست ننضفه، واحنا عندنا هنا ايه؟ تو دو تيبل. اقول اد تو دو تيبل بالمنظر ده. وبص بقى في اللي جايه، انا اقدر اتاتش صوره، يعني انا اقدر هنا اخد صوره واتاتشها للكونتكست. فانا هيبقى عندي مثلا صوره التو دو ليست دي، تعالى ناخد منها سكرين شوت بالمنظر ده اهو، وهعمل لها مثلا كوبي، وبعدين هاتاتش الصوره دي هنا بالمنظر ده. بقى عندي هنا ايه؟ image fix the styles of this table as it doesn't look pretty. تعال ندوس انتر. هنا بقى هو لقى مثلا ان هو راح يريد فايل اسمه source slash main دوت سي اس اس، معرفش يقراه، والفايل ده لو رحنا كده source مش موجود عندنا اصلا، فعادي جدا ساعات هو بيخرف. بعد كده راح عمل لي reset دوت سي اس اس، قرا مثلا الفايل ده، وبعدين هنسيبه بقى هو لغايه لما يبتدي امبروف الستايلز. ولكن الفيتشر الجديده معانا ان انا اقدر اتاتش ايمج للكونتكست بتاع كيرسور. وبكده يكون الايجنت خلاص شغله. فاحنا ممكن ندوس مثلا على ريفيو الفايل نشوف هو عمل ايه. هو عمل كل التشينجز دي كده بالمنظر ده، فانا هقول مثلا اكسبت. تعالى نعمل ريفريش ونشوف ايه اللي هيحصل. ريفريش يعني الشكل ممكن يكون اتحسن شويه، بس لسه الدنيا مش اظرف حاجه. فاحنا طبعا انت تقدر تتكلم معاه في اكتر من iteration، وتتكلم معاه اكتر من مره، بحيث ان هو يحسن الشكل اكتر من كده يعني. ولكن احنا هدفنا في الفيديو ده ان احنا نستعرض بس الفيتشرز بتاعه كيرسور. طبعا احنا اتكلمنا في الجزء بتاع الكونتكست وقد ايه الكونتكست مهم. في برضه بعض الملحوظات اللي ممكن نضيفها هنا، ان انت لما بتدوس اد كده هتلاقي في حاجات كتير بتظهر لك، دي اسمها سيمبلز. ايه بقى قصه السيمبلز دي؟ يعني احنا كنا بنقول مثلا اب دوت فيو، او كنا بنقول ات سلاش بعدين سورس علشان نضيف فولدر. طيب في ات وحاجات كتير قوي. الحاجات الكتير قوي دي لو رحت على الكيرسور دوكيومنتيشن بالمنظر ده كده، هتروح على الدوكيومنتيشن هتلاقيه هنا docs.cursor.com/welcome، ده اليو ار ال اهو. بعدين لو عملنا سكرول تحت كده هتلاقي فيه سيمبلز. ايه بقى قصه السيمبلز دي؟ ان انت مثلا تقدر تكلم فايل، تقدر تكلم فولدر، تقدر تخلي كيرسور يسيرش على الويب زي ما احنا شايفين كده. يعني مثلا هو واحد بيسأل هنا هو ليه الفايل ده مش بيرن، وقال ات ويب. ات ويب ده معناها ايه؟ ان كيرسور هيروح يسيرش على الويب. تقدر تتكلم مع دوكيومنتيشن لمثلا لفريم وركس بعينها. يعني انا اقدر هنا اقول مثلا ات دوكس، ومثلا انا شغال بفيو جي اس، بص كده هتلاقي فيو، اقدر اتكلم مع الدوكيومنتيشن دي. يعني ممكن اقول له based on Vue.js is there any best practice we can apply to do table. يعني انا مثلا دلوقتي بقول له ايه؟ بيزد على الدوكيومنتيشن بتاعت فيو جي اس، هل في اي بيست براكتس اقدر اعمل لها ابلاي لتو دو تيبل؟ وتعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا الدوكيومنتيشن دي هي كيرسور. يعني بص كده كيرسور ايه؟ قرا بسرعه الدوكيومنتيشن وعرف ايه اللي ممكن الحاجات اللي ممكن نعمل لها اوبتمايزيشن او نحسنها في التو دو تيبل. ولكن دي الدوكيومنتيشن اللي كيرسور ايه عاملها. انت تقدر تضيف دوكيومنتيشن حتى خاصه بيك انت. يعني ممكن يبقى فيه دوكيومنتيشن للغه او لفريم ورك هي مش موجوده في كيرسور، انت برضو تقدر تضيفها. طيب حاجه زي دي ممكن نضيفها ازاي؟ باختصار شديد، انت لو رحت دوست كده على كيرسور، رحت على سيتنجز، بعدين كيرسور سيتنجز بالمنظر ده كده، بعد كده رحت على فيتشرز وعملت سكرول تحت كده بالمنظر ده، هتلاقي هنا في ايه؟ دوكس. فانت تقدر تضيف دوكيومنتيشن جديده خالص، تقدر تعدل على دوكيومنتيشن، تقدر تعمل لها ريفريش، تقدر تديليتها. كل ده انت تقدر تعمله. وطبعا هنا الكيرسور سيتنجز دي هي عباره عن سيتنجز خاصه بكيرسور. يعني على سبيل المثال
زي ما احنا رحنا في الفيتشرز في هنا الدوكيومنتيشن. وفاكر ساعه لما قلت لك ان ممكن من ضمن الفيتشرز ان انا اخلي الايجنت ان هو اوتوماتيكلي يرن التيرمينال كوماندز. لو جينا بصينا هنا enable auto run مود، يعني ان هو الايجنت يقدر يكسكيوت كوماندات ويقدر يكسكيوت تولز من غير ما يقعد كل شويه يسالنا. ساعه لما كنا بنقول هنا ايه اكسبت، لا انا عايز اديليت فايل، اروح جاي قايل له اكسبت، وهكذا. وتقدر من السيتنجز دي تغير اعدادات كتير مش مريحاك. ومش بس كده، اقدر اروح مثلا على موديلز، اقدر اشير موديل، اقدر اضيف موديل، اقدر كمان استخدم الكيز بتاعتي. يعني انا اقدر اقول لكيرسور انا مش هستخدم الريكوستات بتاعتك. يعني احنا لو بصينا هنا في السيتنجز انا مش هستخدم الريكوستات دي، لا انا هديك مثلا اوبن اي اي كي او انثروبيك كي وانت استخدم الكي ده، ما تشغلش. فانا كده بالتالي ما بقاش فيه ليميت. بس خد بالك ملحوظه بسيطه، بيبقى فيه بعض الفيتشرز اللي مش هتشتغل مع كيرسور، فانا ما رجحش قوي الطريقه دي، بس ادينا ذكرناها. طبعا لسه هنتكلم على جزء الرولز ده كمان شويه. وفي هنا كيرسور بيقدر يعمل كمان حاجه اسمها اندكسنج. طب ايه الفكره؟ علشان ان هو يفهم البروجكت بتاعك بشكل افضل واسرع، لا اكتر ولا اقل. فكره الاندكسنج دي مش موضوع الفيديو بتاعنا، بس ايه يعني قلنا نذكرها بالمره. زائد عندك البيتا، ودي الفيتشرز اللي بتنزل اول باول. يعني انت هنا ممكن تختار تقول انا عايز كل ما فيتشر تنزل حطها لي في كيرسور، فانا بختار الايرلي اكسس. طب لا انا عايز الفيتشر تنزل لي في كيرسور، لان كيرسور بيتطور وبيضيفوا فيه فيتشرز، فانا اقدر اختار ستاندرد، فساعتها الفيتشرز هتنزل لي لما تكون تيستد خالص. انا عن نفسي انا شغال بايرلي اكسس عادي، انت عايز تشتغل بستاندرد اشتغل، الحاجه اللي انت مريحاك اشتغل بيها. ولكن النقطه اللي انا بتكلم فيها ان في شويه سيتنجز ابقى اقعد العب انت معاه. تعالى كده نبص على تو دو تيبل. بعد لما خلص هنا هو قعد يمبلمنت شويه حاجات وقال لي هنا ايه في البرفورمانس مش عارف عملنا ايه، الاكسسبيليتي عملنا ايه، الفورم امبروفمنت، الكود كواليتي، وهكذا. فخلينا نقول مثلا هنا نأكسبت، وبعدين نعمل مثلا ريفريش تاني ونشوف ايه اللي هيحصل. مفيش اي حاجه اتغيرت، الدنيا لسه زي ما هي، لان ده كان مجرد بس تحسين للكود مش اكتر ولا اقل. تعالوا بقى دلوقتي انا عايز من كيرسور ان هو ياخد الكود ده، الجزء من الكود ده، ويحطه لوحده في كومبوننت. هنعملها ازاي الكلام ده؟ هنفتح زي ما اتفقنا شات جديد خلاص، وانا هنا عارف انا بتعامل مع مين، مع تودو تيبل، والمود بتاعنا هيبقى ايجنت مش اسك. انا مش محتاج ابلان لحاجه لان انا اوريدي عارف البلان بتاعتي، واتفقنا ان الايجنت هو اللي بي اكسكيوت، والاكسكيوشن بتاعه بيبقى افضل بكتير من الاسك. في مود كمان اسمه المانيوال، ده ما اتكلمناش عنه وغالبا مش هتحتاجه. ده اغبى من الاسك واغبى من الايجنت. ده باختصار شديد لو انت عارف بالظبط انت عايز تعمل ايه، ده هو اكنه الاسك ولكن متشال منه الفيتشر بتاعت الكود سيرش بيز. لان انت لو تفتكر في بدايه الفيديو لما كنا بنقول هنا اسك كان بيقعد يسيرش في الكود كله، صح؟ لا تخيل بقى ان انت شلت كمان من الاسك مود القصه او التول بتاعت السيرش كود بيز. فانت لو بصيت على المانيوال مود هو ما فيهوش تولز اصلا. يعني احنا لما دوسنا على البين ده ما فيهوش اي تولز، فلذلك انا ما رجحش انك تشتغل بالمانيوال مود. يبقى احنا كده خلصنا كل المودز، واتفقنا ان الاسك هنستخدمه للبلاننج، الايجنت هو للامبلمنتيشن. وبما اني عارف انا عايز امبلمنت ايه، انا عايز اكستراكت الكود ده في كومبوننت لوحده، فانا هستخدم على طول الايجنت. فانا هقول له هنا اكستراكت. طبعا ملحوظه هنا بسيطه، انا هنا عامل كونتكست للكومبوننت، ولا دي مش اظرف حاجه، انا عايز كمان من الكومبوننت ده الجزء ده. فهنعملها ازاي؟ هروح جاي عامل كده عليه سيلكشن، بعدين كوماند شيفت ال او كنترول شيفت ال بالمنظر ده كده. انا اسف معلش، تعالى كده نعمل كده تاني، كوماند شيفت ال هيقول لي هنا اهو ادي اللاينز ده extract these lines into its component. وبعدين هنا اتفقنا هنختار agent، تعالى هنا نقول its own component. تعالى ندوس enter ونشوف هيعمل ايه الايجنت مود بتاعنا. هو هنا بيقول لي ان هو هيكريت نيو كومبوننت هيسميه todo item، وبعدين هيموديفاي الاوريجينال فايل اللي هو بتاع todo tables. طيب جميل جدا، اهو دلوقتي عمل الكومبوننت بتاع todo item بالمنظر ده كده. جميل جميل جميل، كل ده شيء رائع. طيب بعدين هيبتدي بقى ان هو الخطوه اللي بعديها ان هو يابديت الكومبوننت بتاع التودو
تيبل بالمنظر ده كده. طيب جميل جدا، اهو دلوقتي ايه عمل امبورت التو دو ايتم من التو دو ايتم، ودلوقتي بقى هو بيقول لي انا كمان لسه عايز اضيف ستايلز كمان ل تو دو ايتم، يعني هو عايز يظبط الستايلات بتاعتها. طيب انا مشكلتي في كل ده هي حاجه واحده، ايه هي؟ لو رحنا على تو دو ايتم كده بالمنظر ده اللي هو الكومبوننت الجديد اللي هو كاريته. طبعا لو ما تعرفش في جي اس فمفيش مشكله، احنا مش الهدف بتاع الفيديو ده هو فيو جي اس، ولكن احنا بس بنوري مع بعض الفيتشرز والامكانيات بتاعت كيرسو. ايه المشكله بقى اللي مقابلاني؟ ان السنتكس اللي كاتب بيه التو دو ايتم دي هو سنتكس قديم، وانا عايزه يكتب بالسنتكس الجديد بتاع فيو جي اس فريم ورك. طيب حل حاجه شبه دي كنت هعمل ايه؟ كنت تعالى كده نستوب ونريجكت كل حاجه، مش فارق معايا. وهنا برضو من ضمن الفيتشرز الجميله ان انا اقدر اقول ريستور للتشيك بوينت، ان انا اقدر ارجع في كل الكلام اللي حصل ده للشات الجزء ده. فانا دلوقتي فعلا انا عايز ارجع في الكلام ده، فانا هقول له هنا كونتينيو. خلاص هو رجعني تاني لكل الايه الشات ده. بس في بعض المشاكل هنا ان هو ساعات ما بيعملش ديليت للفايل اللي هو عمل له كرييشن، فانا ساعات هنا بضطر ان انا اتدخل بايدي واكري اعمل ديليت اسف للفايل اللي هو كريته. فتعالوا بقى هنا دلوقتي انا عايز استخدم السنتكس الجديد، فكنت هضطر اعمل ايه؟ كنت هضطر هقول له extract these lines into its own component and use view 3 script syntax when creating the component. وتعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل لما ضفت بس الكام جمله دول. وهنا راح عمل ليست للفايف ايتمز دول، ودي يمكن مش اظرف حاجه لان انا مش محتاج ان انت تليست كل ده، لان انا اوريدي مديك كونتكست. بس عادي ساعات ال ام موديلز يعني لا هو شايف ان هو محتاج ان هو يبص يمكن يلاقي حاجه مكتوبه بالفيو 3 سكريبت سينتاكس على سبيل المثال، فما تركزش قوي برضو في الايه في الديتيلز دي. لو رحنا كده بصينا هتلاقي هنا ادي اهو الفايل الجديد اللي هو كريته، واستخدم فعلا السنتكس الجديد اللي هو ده او الطريقه الجديده في الكتابه، بغض النظر هي شكلها ايه، بس الفكره العامه ايه؟ انا عايز في الكرييشن بتاع الكومبوننت ده يستخدم الطريقه الجديده. طيب الكلام ده رائع، الكلام ده حلو، بس في مشكله. هل كل كومبوننت انا هحتاج اعمل له كرييشن هضطر اقول له استخدم الفيو 3 سكريبت سينتاكس اول لما تكريت الكومبوننت؟ لا ده مش اظرف حاجه ومش اسهل حاجه. وحل المشكله دي هو حاجه اسمها كيرسور رولز. ايه بقى كيرسور رولز دي؟ دي عباره عن جاي من اسمها كده، هي عباره عن ملفات فيها بعض الانستراكشنز اللي كل مره انت بتبقى محتاج تنفذها. وعلى سبيل المثال انا هنا عايز كل ما اكريت فيو كومبوننت او كومبوننت جديد يستخدم السنتكس الجديد، ما يستخدمش السنتكس القديم. فتعالوا نشوف لما هنستخدم الكيرسور رولز ايه اللي هيحصل. هاجي هنا زي ما اتفقنا، يلا بينا نقول ريستور للتشيك بوينت، كونتينيو، شكرا دلت لي كل حاجه. هاجي بقى ازاي نستخدم الكيرسور رولز. انا مش عايز اكتب بقى الجزء ده، هاجي كده على الفايلات بالمنظر ده، هاجي في البروجكت بتاعي اهو ككل اللي هو ده، هكريت نيو فولدر هسميه دوت كيرسور، بعدين سلاش، بعدين رولز بالمنظر ده، ولازم يتكريت الفولدر بالشكل ده. بعدين جواه هنعمل فايل وليكن مثلا هنسميه view rules دوت ام دي سي، ولازم يكون برضو نفس الاكستنشن ده. تعال ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. انتر بالمنظر ده هتلاقي ايه ده؟ شكل الفايل غريب، يعني هو بتكتب فيه تكست، بس في حاجه غريبه هنا ان هو في زي دروب داون كده وبتختار منها الرول دي بتاعت الفايل ده، او الرولز دي هتتطبق امتى. بمعنى تعال نتشوز اولوز كده بالمنظر ده. قال هنا ايه؟ قال الرول دي هتبقى اتاتشد لكل شات انت بتعمله. يعني انا علشان اخلي الرول دي او الفايل اللي هيبقى لسه فيه الرولز او مجموعه الانستراكشنز اللي انا هبقى محتاجها معايا كل مره بعمل فيها شات، ساعتها هختار اولوز. طيب اوتو اتاتشد قال لك لا، قال لك ده معناها ان بناء على الاكستنشن بتاع الفايل ساعتها الرولز دي هيحصل لها اتاتشمنت، لان انت ممكن يكون عندك بروجكت شغال فيه باكتر من لغه. انا عايز لو انا بكتب في دوت بي اتش بي عايز اتاتش اللغه دي، عايز اتاتش الرولز دي، ولو بكتب دوت جافا سكريبت فانا عايز اتاتش الرولز دي. وايه تاني؟
عندي ايجنت ريكويستد، ان انا هنا بخلي الايجنت هو اللي يختار امتى يطبق الرولز فايل دي. انا عارف ان دي ممكن تكون ملخبطه شويه، بس خلينا طب نرجع تاني لاولوز ونطبقها مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. انا هاخد بقى الجزء ده اللي هو اللي انا كنت بكتبه في الانستراكشن كات، وهعمله هنا بيست use free view 3 script syntax when creating the component. جميل. احنا هنا اتفقنا من غير كان اللي هو الحبه اللي احنا لسه كاتبينهم اللي هم دول ما كانش بيستخدم السنتكس الجديد. طيب دلوقتي بقى انا هشيلهم من هنا وهستخدم بقى الرول دي، او مش انا اللي هستخدمها، كيرسور هو اوتوماتيكلي هياخد الانستراكشن دي ويستخدمها. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. هدوس هنا سند ونشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي مع بعض. تعالى كده نشوف، ادي اهو كاريت التو دو ايتم، ولو بصينا فوق بص استخدم السنتكس الجديد ده حتى من غير ما انا اقول له. يبقى ايه اللي حصل؟ ان الرول اللي اسمها فيو داش رولز دي هي عباره عن انستراكشنز كده كده بتطبق معايا مع اي برومت انا ببعته لل ام او بخلي كيرسور يستخدمه. طيب حاجه زي دي ممكن تفيدنا في ايه؟ ان احنا ممكن كتيم او حتى انا لوحدي شغال على بروجكت، انا ممكن يبقى الكود بتاعي كونسيستنت. يعني ايه كونسيستنت؟ ان خلاص بقينا كل كومبوننت جديد هيتكريت هيستخدم السنتكس الجديد. احنا بقينا متاكدين من النقطه دي. يعني مش هلاقي في مره اللارج لانجويج موديل او ال ام موديل هنا يرد مره عليا بسنتكس قديم ومره بسنتكس جديد. لا، بقى هو خلاص هي سنتكس واحد هنا بناء على الرول دي. والرول هنا انت ممكن تكتب بقى، يعني انت ممكن تقول له استخدم الفيو 3 سكريبت سنتكس when creating the component and مثلا احنا لو قلنا هنا make sure each function has comment and small in lines. ممكن تعالى كده ناخدها بالمنظر ده واروح جاي عامل كده انتر بالمنظر ده، فهنا اقدر اكتب زي ما انا عايز. هنا دي عباره عن من الاخر انستراكشنز هتبقى تتطبق معايا هنا، لان انا اخترت اولويز هنا هتتطبق معايا كل ما انا ببعت اي برومت لكيرسور علشان ينفذه. فبالتالي احنا كتيم بقينا عندنا كونسيستنسي في الكود بتاعنا، او زي بنقول كده ان الكود بتاعنا متناغم بناء على الرولز. طيب الرولز دي هل انا بكتبها بايدي ولا في ممكن مكان يكون فيه كل الرولز دي اللي يريحك؟ يعني انت ممكن تكتبها بايدك عادي خالص، او هنروح على كيرسور دوت دايركتوري سلاش رولز. هنا هتلاقي رولز كتير جدا، من ضمنهم مثلا انا شغال مثلا بفيو جي اس. فتعالى كده نسكرول مثلا تحت، او بدل ما نسكرول خلينا نسيرش على طول. ادي مثلا ايه فيو، فهتلاقي هنا واحد مثلا كاتب الرولز بتاعته. تعالى كده نقرا هو كاتب ايه. قال هنا يو ار ان اكسبرت ان تايب سكريبت بتعمل كذا 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 كذا. فده واحد مثلا مشاير الرول بتاعته. ممكن واحد تاني مشاير رول تانية خالص، او يعني طريقه تانية في الكتاب. فانت ممكن عادي تقرا ده وتقرا ده وايه وتاخد اللي انت شايفه مناسب ليك. ممكن تاخد من ده جزء ومن ده جزء وانت تعمل الرول بتاعتك خاص. ومش شرط يكون فايل واحد، ده ممكن يكون اكتر من فايل. يعني انا هنا مثلا بدل فيو رولز ده انا ممكن يبقى عندي هنا مثلا فايل اسمه فانكشن، مش شرط داش رولز، ممكن تسميها اي حاجه مثلا الفانكشنز، بس اهم حاجه يكون الاكستنشن دوت ام دي سي بالمنظر ده. ودي تبقى رولز خاصه مثلا بالفانكشنز بس. وممكن يبقى عندي رولز خاصه بالكومنتات بس. وممكن يبقى عندي رولز كتير جدا. كل الكلام ده ما فيهوش اي مشاكل. الرولز هي اداه قويه جدا بتخلي كيرسور ان هو كل مره بناء بقى على الدروب داون دي بتخلي كيرسور ان هو ياخد الانستراكشنز دي ويطبقها. فانت ما بقتش محتاج انك تكتبها كل مره بايدك. يبقى احنا كده عرفنا الرولز بنكتبها ازاي، عرفنا ممكن نلاقي رولز ازاي. ولكن في تريكايه كمان. طب افرض احنا بروجكت مبني من مده ومش لسه هنكتب الرولز دي كلها بايدينا. هنا بقى هنيجي هنا هنعمل نيو شات، وبص اللي هيحصل بقى. هقول هنا سلاش جنريت كيرسور رولز. هيعمل ايه بقى؟ هيقرا البروجكت بتاعك ومنه هيبتدي يطلع رولز. فتعالى كده نشوف الكلام ده. لو قلنا هنا سلاش جنريت كيرسور رولز وهنشوف هو هيعمل ايه. طبعا فيتشر شبه دي مفيده ليه؟ لان لو احنا عندنا بروجكت مثلا بقاله فتره كبيره جدا او احنا شغالين عليه ومش لسه هنقعد نديفاين رول مثلا او نطلع رولز جديده، لا ده انا ممكن اقول سلاش جنريت كيرسور رولز، هو بقى يروح يقرا كل الفايلات بتاعتي بكل الدايركتوريز وهيلخص لي الكلام ده وهيطلع لي رولز. وتعالى نشوف ايه الرولز اللي هيطلعها لنا. طيب ادي اول رول او اول فايل هو طلعه لنا مثلا اسمه بروجكت ستراكشر. ده عباره عن ايه؟
قال والله ده البروجكت ده عباره عن فيو 3 مثلا ابلكيشن، وده عباره عن سيمبل تو دو ابلكيشن، المين فايل بتاعه كذا، الكومبوننتس بتاعته بالمنظر ده. طيب ايه تاني؟ قام راح عمل ابديت كمان للفيو رولز، قال هنا use view 3 syntax each function should have a comment and be small line use emit use مش عارف ايه، استخدم ايه، اعمل ايه. كل الاستنتاجات دي او كل الرولز دي طالعه منين؟ طالعه من البروجكت بتاعي. هنا برضو نفس الكلام، كتب رولز للفانكشن، نفس الكلام كتب رولز للستايلز، وهكذا هو بقى هيفضل مكمل لغايه لما يطلع معظم الرولز في البروجكت. فدي برضو تعتبر من ضمن الفيتشرز القويه جدا في حته الرولز. هو كده يعتبر خلص خالص. انا اقدر بقى اقول اكسبت اريجكت، اعدل بقى على رول. يعني في الاخر ده اعتبر ان الكلام ده مجرد كلام انجليزي بيوصف البروجكت بتاعك والتفاصيل بتاعته، علشان بعد كده لما تيجي تكريت كومبوننت او تيديت او تعدل على حاجه ما تلاقيش اللارج لانجويج مودلز او ال ام بتديك اجابات هي بره الكونتكست بتاع البروجكت بتاعك. انت هتبقى عايز اجابات تبقى بنفس الستايل او بنفس اسلوب الكتابه بتاع البروجكت بتاعك. فبالتالي فكره الرولز دي هنا هتبقى نافعه جدا في القصه دي. دلوقتي بقى تعالوا نروح لحاجه جديده وهي الام سي بي. طبعا احنا اتفقنا لو رحنا على كيرسور وبعدين رحنا على سيتنجز، كيرسور سيتنجز، احنا هنا ايه؟ اخدنا خلاص الجنرال، الفيتشر، المودلز، الرولز، ودي خلاص احنا شرحناها مع بعض. فاضل بقى ايه بقى قصه الام سي بي ده بقى؟ اللي ما يعرفش الام سي بي ده باختصار عباره عن بروتوكول شركه انثروبيك طلعته. طب الهدف منه ايه؟ الهدف منه علشان تخلي اللارج لانجويج مودلز تعرف تتكلم مع الابليكيشنز التانية. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف مثال عملي وهيوضح معانا اكتر. نروح كده على كيرسور. دلوقتي بقى انا عايز كيرسور يتكلم مع الداتابيس بتاعتي، لان انا لما كيرسور ممكن يتكلم مع الداتابيس بتاعتي انا ممكن اقول له لا والله روح اعمل الكويري الفلانيه على الداتابيس دي وطبق لي الكلام ده في الكود بتاعي. فلو هو فاهم الاستراكشر بتاع التيبلز بتاعتي والكولومز وانواعها هيعرف يطلع لي كود ادق اكثر وايه، وبيحل الكيس بتاعتي بشكل فعال اكتر. فيلا بينا، هقول هنا اد نيو جلوبال ام سي بي سيرفر. بعدين هاجي هنا، هو بيقول لي هنا مديني جيسون، هروح على الدايركتوري اللي هو اللي كان فيه الرولز اللي هو بالمنظر ده، وهتلاقي هنا في ام سي بيز. دي عباره عن الابلكيشنز او السيرفرز المختلفه اللي يقدر كيرسور يتكلم معاها او اللارج لانجويج موديل يتكلم معاها. لان فكره الام سي بي هي مش مرتبطه بكيرسور بس، لا، احنا زي ما اتفقنا ده عباره عن بروتوكول شركه انثروبيك طلعته علشان تالاو اللارج لانجويج مودلز تتكلم مع السيستمز الثانيه او مع الابلكيشنز الثانيه بطريقه اسهل. فهنا من ضمن الام سي بيز مثلا البوست جري سيكوال مثلا، ان انا عايز اللارج لانجويج موديل بتاعي يتكلم مع بوست جري، فانا هدوس كليك. بعدين هنا هو هنا بيقول لك ازاي تستخدم الام سي بي في كيرسور، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. ولكن انا يهمني هنا ايه لازمه السيرفر ده اللي اسمه بوست جري سيكوال؟ ده عباره عن ايه؟ ده الوظيفه بتاعته ان هو بيدي ريد اونلي اكسس لبوست جري سيكوال داتابيز. يبقى ده معناها ان كيرسور هيبقى عنده القدره ان هو يعمل ريد اونلي اكسس لبوست جري سيكوال. فانا هدوس على الانستليشن انستراكشنز، بعدين هقرا المفروض الكلام ده، وهتلاقي خلاصه الكلام ده ان انت بتحط بس جيسون كونفيجريشن بالمنظر ده. لان انت هنا بص ادي ام سي بي سيرفرز وادي اهو جيسون فاضي، فانا هنا حبست الكونفيجريشن اللي هو قال عليها. تمام، ادي كوبي، بعدين هروح هنا اعمل بيست، هتلاقي اهو نفس الكونفيجريشن بتاعته هي اللي قالها في الدوكيومنتيشن هنا. ولكن الفرق بس ان انا ان انا عندي داتابيز اسمها بلوجي داش اي اي داش تيست داتابيز، لان انا لو رحت كده على تيبل بلس اهي ادي الداتابيز وفيها تيبل اسمه يوزرز، وهنا ده اليوزر نيم، وطبعا بتحتاج باسورد ويو ار ال وبورت زي اي داتابيس في الدنيا انت بتعمل عليها كونكشن. يعني دي مجرد كونفيجريشن، لان كل سيرفر، يعني هنا دلوقتي انا ضفت البوست جري سيكوال سيرفر، فكل سيرفر ليه كونفيجريشنز معينه. الهدف من الحركه دي ايه؟ ان كيرسور يقدر يتكلم مع البوست جري سيكوال داتابيس بتاعتي. طيب يبقى احنا كده ضفنا الام سي بي. تعالى بقى نفتح الشات بتاعنا بالمنظر ده، واتفقنا هنعمل كده نيو شات، وتعالى نقفل كل ده احنا مش محتاجينه في اي حاجه. وهقول له هنا tell me
what tables do I have in my database. وتعالى ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا احنا اجابه السؤال ده عارفينه، ان احنا هنا عندنا تيبل اسمه يوزرز. بس تعالى نشوف كده ايه اللي بيحصل بقى. قال لي طيب خليني اشوف ايه التيبلز اللي عندك، وقال لي هنا بكول ام سي بي تول. طب ليه بيكول ام سي بي تول؟ لان احنا زي ما اتفقنا، احنا لما رحنا على كيرسور سيتنجز بالمنظر ده كده ورحنا على الجزء بتاع الام سي بي، احنا عندنا البوست جري سيكوال ام سي بي، فبالتالي اللارج لانجويج موديل قدر يفهم ان هو محتاج يكلم السيرفر بتاع البوست جري سيكوال علشان يقدر يعرف ايه التيبلز اللي عندي. دي فكره الام سي بي، ان هو خلى حاجه زي كلود يقدر ياكسس البوست جري سيكوال. طب امال ايه وظيفه كيرسور هنا؟ كيرسور هو عباره عن كلاينت لا اكتر ولا اقل. هو الفكره بتاعت كيرسور ان هو قدر ان هو يربط ما بين اللارج لانجويج موديل والسيرفر، فبالتالي اصبح كيرسور هو كمان يقدر يكلم الام سي بي تولز. باختصار شديد، الام سي بي هو عباره عن بروتوكول بيمكن اللارج لانجويج موديلز انها تقدر تتكلم مع الابلكيشنز الثانيه او السيستمز الثانيه. كيرسور ده مجرد يو اي لا اكتر ولا اقل، بيمكننا ان احنا نتعامل مع اللارج لانجويج موديلز دي اللي هي بدورها بتكلم الام سي بي تولز. فيلا بينا نرن التول ونشوف ايه اللي هيحصل. طلع لي فعلا تيبل اسمه users. you have one table in your database called user. طيب زي الفل. طبعا انا بقى ايه اقدر هنا اقول طب يلا بينا عايزك تانستول باكج تقدر انها تكويري على الداتابيس تيبل دي، وعايزك تظهر التيبل ده بالكولومز اللي فيه. ده احد الامثله. طيب ممكن نعمل ايه تاني بالام سي بي؟ ده انا ممكن هنا اكونكت الجيت هاب اكونت بتاعي واخلي كيرسور بقى يبتدي يروح يقرا الايشوز اللي موجوده على جيت هاب ويعمل لها امبلمنتيشن هو واحده واحده. وزاد الافكار كتير جدا في حته الام سي بي، لان موضوع الموديل كونتكست بروتوكول ده او الام سي بي هو موضوع مهم، وبقى بيسهل الانتجريشن بتاع السيرفرات اللي احنا شايفينها زي بوست جري سيكوال او جيت هاب او ايا كان بقى السيرفرات اللي هي الكتير اللي موجوده مثلا هنا في الكيرسور دايركتور. هتلاقي بقى مثلا تقدر تكونكت على جوجل درايفر، تقدر تكونكت على بيت باكيت، تقدر تكونكت على حاجات كتير يعني. وملحوظه بسيطه، مش بكتر الام سي بي تولز، يعني ما تبقاش فرحان بان انت عندك كيرسور هنا بقى في كميه ام سي بي تولز كتير، لا انت حاول بس تضيف التولز اللي ممكن تستخدمها. وهنا بقى يظهر معانا سؤال جديد: امتى استخدم الرولز اللي احنا شرحناها مع بعض، وامتى استخدم الام سي بي، وامتى استخدم مثلا ات دوكس او ات ويب على سبيل المثال ان هو يسيرش على الويب. امتى استخدم ده وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ علشان اريحك من الاجابه دي، انت ممكن ما تبقاش محتاج ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، بمجرد بس اهتمامك بالبرومت اللي انت هتكتبه وان انت تراجع ورا الاي اي. ولكن هقول لك على بعض الملحوظات اللي هتسهل عليك الاختيار. لو احنا كتيم او انا كبروجكت عندي ستاندردز او عندي زي تسميه كده معينه او طريقه كتابه في الكود محتاج انها تبقى ثابته على مستوى التيم، ساعتها هروح استخدم الرولز. طيب لو انا بتعامل مع لغه برمجه مش فاهمها قوي، او انا بامبلمنت وليكن مثلا فيتشر والفيتشر دي انا مش فاكر السنتكس بتاعها قوي، ساعتها انا ممكن استخدم ات دوكس. طيب لو انا بامبلمنت حاجه محتاج لها زي سيرش، او مثلا ظهر معايا ايرور وانا خدت منه سكرين شوت وعايز احله، ساعتها هستخدم ات ويب. طب لو انا بتعامل مع حاجه دايناميك، والحاجه الدايناميك دي انا محتاج ان انا اكون عارفها في الكود بتاعي وبتتغير كل شويه، زي مثلا السكيما بتاعت الداتابيس تيبلز بتاعتي انها ممكن تتغير، ان الكولومز ممكن تتغير، ان انا ممكن اضيف تيبل جديد او اشيل تيبل جديد، وانا محتاج النولج دي او المعرفه دي في الكود بتاعي، يبقى ساعتها الحل الانسب ايه؟ الام سي بي سيرفرز. انا عارف انها تولز كتير وممكن تلخبط، بس انا نصيحتي ليك ابتدي بالبيزكس اللي هي البسيطه خالص اللي احنا شرحناها، ان انا اضيف كونتكست كويس ساعه لما اجي اتكلم مع كيرسور، ان انا اقول مثلا ات اسم الفايل او ات الفولدر، احاول اكتب وابقى محدد بقدر الامكان. اي شات جديد او اي فيتشر جديده انا بعملها او بعدل عليها، دايما احطها في شات جديد علشان يبقى الكونتكست بتاعي نضيف. كل الكلام اللي انا قلته ده هتلاقيه مذكور في الكيرسور دوكيومنتيشن. لو انت رحت كده على كيرسور
الجزء بتاع الدوكيومنتيشن ده هتلاقيه فيه معظم الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. ومش بس كده، لو رحت على جايدز في صراحه يعني مقالتين مهمين جدا احنا شرحناهم خلاص. المقاله الاولى اللي هي working with context، والمقاله الثانيه بتاعه selecting المودلز، اللي هو انت بتختار الموديل على اساس ايه. فهم هنا كان من ضمن الريكومنديشن بتاعتهم، يعني هو بيقول لك هنا في الرسم البياني ده ان انت لو انت بتشتغل على حاجه ان دي تو دي فيفضل انك تستخدم مثلا كلود سونيت 3.7 او جيميناي. لو حاجه معقده قوي استخدم او 3، ولو حاجه انت محتاج فيها ثينكينج فساعتها هنستخدم ايه؟ هنيجي هنا عند المودلز زي ما اتفقنا وهدوس مثلا هنا كلود سونيت، هختار الايه؟ الثينكينج موديل لو هي حاجه محتاجه تفكير. زائد عندهم كمان مقاله برضو جميله جدا ازاي تتعامل مع اللارج كود بيز، يعني انت افرض الكود بيز بتاعك ده كبير ازاي تتعامل معاه. فالمقاله دي برضو جميله جدا، احنا شرحنا معظم الحاجات اللي فيها. ودايما خلي عينك على الجايدز او الدوكيومنتيشن بتاعت كيرسول، لانهم كل شويه لسه هيضيفوا توتوريالز تانية وهيضيفوا مقالات برضو تانية. اخر حاجه كنا محتاجين بس نتكلم عليها وهي حته الماكس مود. الفكره بتاعه الماكس مود هي في التسعير وفي الكونتكست. يعني ايه الكلام ده سريعا؟ ان انا لو رحت كده على الدوكيومنتيشن وبعدين اخترت هنا الماكس مود بالمنظر ده كده، هتلاقي هنا هو بيشرح لك فكره الماكس مود، ولكن باختصار شديد ان هو هيبتدي يحاسبك على عدد التوكنز مش الريكوستات. يعني ايه الكلام ده؟ لو رحنا على مودلز اند برايسنج هتلاقي هنا هو ايه بيقول لك هنا الاوفر فيو. مثلا كلود سونيت لو هتيجي تستخدمه، يعني مثلا الشات الواحد اللي هو اللي احنا بعتناه ده هيعد معاك بريكوست زي ما انا وريتك هنا في الداشبورد بتاعتي. الكلام ده بوقت تسجيل الفيديو ده، ممكن الكلام ده يتغير قدام. طيب لو انت بقى رحت استخدمت الماكس مود لا، هيبقى الموضوع مختلف. اولا ان الكونتكست ويندو هتزيد، يعني ان قدره الموديل ان هو يفهم حاجات اكتر هتزيد. فبالتالي لو انا عندي لارج كود بيز مثلا ممكن ساعتها الماكس مود ينفعني. بس التركايه او العيب بتاعه فين؟ ان هو هيحاسبك بالتوكن وهيضيف فوق الكلام ده 20%. انا عارف انها تفاصيل بسيطه بس ممكن تفرق معاك. فبالتالي يعني بص كده، لو بصينا هنا بيقول لك انا كمان هضيف 20% بناء على بعد لما يحاسبك على التوكن. فالخلاصه استخدم النورمال ريكويستس بالمنظر ده عادي خالص. لو حاجه محتاجه تفكير شويه وحاسس انها لا معقده شويه في الامبلمنتيشن هنستخدم كلود سونيت ثينكينج. لو حاجه بقى معقده جدا وانت محتاج يعني اقصى ذكاء واقصى حاجه هتستخدم الماكس مود. انا عن نفسي لغايه دلوقتي ما استخدمتش الماكس مود، انا كل شويه بحاول انظف الكونتكست اول باول وان انا افتح شات جديد وكل الملحوظات اللي احنا قلناها. اخيرا هيجي سؤال، طب ايه الفرق ما بين شات جي بي تي كيرسور او اي اي اديتور تاني؟ فرق كبير جدا في حته الكونتكست سويتشنج، ان انت التركيز بتاعك مش بيتفصل، او الفلو بتاع التركيز بتاعك وانت بتكتب كود مش بيحصل له كده زي فاصله وبعد كده بتروح لشات جي بي تي علشان تكلمه وبعد كده تاخد منه الكود وبعدين تاخد كوبي بعدين تعمل له بيست في الاديتور بتاعك. فطبعا تضييع وقت جامد جدا. بس هل ده معناها ان ما نستخدمش شات جي بي تي او امثاله في ان احنا نديبج كود او نسال على الكود؟ لا عادي استخدمه مفيش مشكله. بس كل الفيتشرز وكل الامكانيات اللي احنا شرحناها في كيرسون النهارده دي مجرد انترودكشن، ده لسه في حاجات تانية اقوى من دي ممكن نستعملها. فالخلاصه كيرسور بيوفر وقت كبير جدا في التعامل اليومي مع المشكلات اللي احنا بنواجهها، زي مثلا ان هو يقدر يكتب تستات ويعمل لها رن ويتاكد انها صح، زي ان هو يقدر يعمل ريفاكتور للكود ده ويكتبه بشكل افضل، زي ان هو يقدر يفهم اكواد ممكن تكون ملعبكه في بعض، او ممكن يكون الكود بيس كبير جدا وانت ما عندكش رفاهيه الوقت لانك لسه تقراه. هو ممكن يلخص لك كل الدنيا دي ويفهمك التعقيدات دي ويفكها لك ويبسطها لك واحده واحده، وامكانيات تانية اللي احنا شرحناها مع بعض. فيبقى احنا لو هنلخص كيرسور، هو في الاسك مود، الايجنت مود. الاسك استخدمه علشان تبلان بيه، الايجنت علشان تامبلمنت الفيتشرز. وعندك هنا المودلز اللي بتختارها، تقدر تختار الموديل العادي اللي هو بيتحسب بواحد ريكوست او السينكينج موديل اللي هو بيتحسب باتنين. واتفقنا ان دايما 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 تحط افضل كونتكست انت تقدر تضيفه، لان قلنا ان كيرسور اعتبره كانه سوفت وير ديفلوبر جنبك بيكتب كود وانت بتفهمه، انت اللي بتعمل له جايد. واحنا مش دايما مش بنثق في الاوتبوت بتاع الاي اي، ولكن احنا لازم نراجع وراه علشان ما تحصلش كوارث. واتكلمنا كمان على الفيتشر بتاعه التاب ان هو
اقدر ان انا اكتب جزء من الكود ويقدر يعمل تاب كومبليشن. وكمان اتكلمنا على الجزء اللي هو بتاع الانلاين اديتنج عن طريق ان انا اقول كنترول كي او كوماند كي. واخيرا شرحنا حته الرولز والام سي بي سيرفرز، واتفقنا ان الرولز لو انا عايز حاجه كونسيستنت معايا مع الانستراكشنز بتاعتي او مع البرومت يعني اللي ببعته لل ال ام، والام سي بي سيرفرز دي اللي بتمكن اللارج لانجويج موديلز انها تكلم different applications او different system تاني. كيرسور واي اي اديتور تاني هو احد التولز القويه اللي بتوفر لنا وقت كويس لو احنا استخدمناها كويس. ولسه التولز دي هتتطور اكتر، والتطور ده المفروض ما يقلقناش، ولكن التطور ده احنا المفروض نطوعه لصالحنا علشان يوفر علينا وقت اكتر ويزود من الانتاجيه بتاعتنا. ودي كانت مقدمه عن كيرسور اديتور، واي اديتور تاني برضو انت هتقابله هيبقى نفس الافكار. وحتى لو اتطور كيرسور بعد كده قدام ونزلت فيتشرز جديده برضو الاساس هيفضل واحد. واخيرا عايزك في الكومنتات او في الجروب بتاع الفيسبوك بتاعنا تقول لي انت محتاج تعرف ايه اكتر، هل نتكلم عن اديتور تاني وبرضه نفصصه كده مع بعض، ولا حابين ان احنا نتكلم لكيسز ادفانسد اكتر عن كيرسور ونعرف خبايا اكتر فيه. هستنى رأيكم في الكومنتات او في جروب الفيسبوك بتاعنا. واخيرا لو استفدت من الفيديو او الفيديو عجبك فاعمل لايك وسبسكرايب، ولو مش عايز مفيش اي مشكلة خالص، انا يهمني انك تكون استفدت وطلعت بشوية معلومات جديدة تحسن استخدامك لكيرسور، او لو ما كنتش تعرف يعني ايه اصلا فكرة الاي اي اديتورز فيكون الفيديو ده اداك فكرة عامة عن الاي اي اديتورز. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.